قيد الى ضبط المخالفه بحال هذا القيد السفاح ديال الذروه المسمى الحسين عريبان. هذاك القيد راه دار هو مخالفه بصفته. علاش؟ حيث الى ضبط المخالفه خاصو يضبط المخالفه باللجنه من عنده، ماشي يمشي هو بوحدو. هو يمشي بوحدو يدير معاينه ديال المخالفه بوحدو ويمشي في الليل، راه فلا يعقل. يمشي بالنهار ويمشي باعوان سلطه وبالشرطه ديال البناء، المهندسين خاص التقنيين، ويمشي القوات المساعده معه ضروري الا بغى يدير معاينه، وغادي يحرر المحضر بالصوره ديال من المخالفه. لا هذوك الجبيوت وصالون خاصو يديرهم بالصوره ويحرر المحضر، يدير معاينه ويحرر المحضر بواسطه اللجنه كلها تكون حاضره تما، ويدفعوا بالصوره للسيد الباشا والعامل المسؤول، العامل ديال السيكتور ديال الذروه، العامل التابع لعمله برشيد هو اللي مكلف. خاصو يبلغوا بهذيك المخالفه، وعاد تجي لجنه خاصه اخرى معاينه اخرى. دابا هو القايد راه دار مخالفه كبيره باللي الناس بناو وصيفط ليه وجاو المقدمين تما كنيات 3 المقدمين وخادوا الفلوس وغيديوها للقايد، قالوا الناس راه حنا غادي نتكلفوا، راه القايد راه صاير في راسو القضيه، راه في راسو البني، في راسو كلشي، راه غادي نتكلفوا بهذاك الشيء، وخادوا الفلوس وداوها ليه. داوها هو دار في المقدمين وغوت على السيد، قال ليه تعالى اشنو غادي دير معايا شويه، هو يتصل بالسيده الزوجه ديالو، طاح كي يملح ليها وطاح كي يتذاكر معها على قضيه التحرش. قال لها انا غنخلي لك هذاك البني ونزيدك طاج اخر، وخاصك دير معايا شي وقيت. وقت هي السيده باللي دار معاه بحال هكا بلغت راجلها ونديروا ليه الحجه تابعه عليه باش ندفعوا للمحكمه. بالفعل قالت لراجلها وغوتوا عليه، وتلقى راجلها تما لقاه معري في المحل ديالو، داخل المحل ديالو البيت ديالو الناس معري القيد حسين العريبان معري في المحل، وجا في الليل ودار معاينه في الليل، هذيك في الليل وجا يدير معاينه. واش هذا قيد؟ هذا دابا استاذي هذا راه خاصو يمشي للحبس ديريكت. داير فضيحته، داير فضيحه كبيره، وجاي داخل تهجم عليه على المحل ومشى ديكلارا به باش يدوروا القضيه على الناس. علاش؟ حيت السلطه، حيت المحكمه ولا العامل هما راه عندهم خاصهم يتواطئوا مع السيد القيد. علاش؟ حيت السيد القيد راه هو البرقاق ديال السيكتور، كيديكلاري بالحياه، كيديكلاري بالمساجد، بالحياه في المساجد، كيديكلاري بموالين الكيف، كيديكلاري بموالين الحشيش. اشنو هي المسؤوليه اللي غنحملوا العامل هنايا؟ المسؤوليه ديال العامل، وهو خاص العامل يتحمل مسؤوليته نهار الاول، نهار 27 شهر 2، نهار جا عنده القيد، نهار من شهر 2، وهي القضيه باكين دايره مراوغات باش يشدوا الناس، يديروا لهم فخ ويدفعوهم ضحيه. قال لك الداخليه عزلاته نهار 27 شهر 2، قال لك قبل ما يسمع الراي العام. فين دارك هاد الهضره كي جاتك؟ هادشي كله هو هادشي راه واصل لجلاله الملك، هادشي كله هو راه فايت وزير الاول، فايت وزير الداخليه، راه في راس جلاله الملك محمد السادس. هاد القضيه خاص جلاله الملك محمد السادس هو يتحمل المسؤوليه في هاد القضيه الفضيحه الكبيره ديال القيد ديال الذروه اللي جا عند السيده المحل ديالها داخل البيت ديالها، وبغى يفسدهم، بغى يفسد السيده هكاك مباشره. ضروري خاصها تعلم راسها ويديروا لي فخ. هادشي راه ضروري خاصو يتفضح. القاده ضروري جاتهم مذكره من الداخليه ومن وزير العدل باش يتواطئوا مع السيد القيد، حيت قلت لك انا القيد راه عنده واحد السر، عنده السر خاصو دائما يجيو منه باش ما يولوش الشعب، باش ما يبقاوش يصوروا في القياد وفي البوليس وفي كذا، باش ما يفتحوش، خاصهم يضغطوا على الشعب. واحد المثل كيقول لك البلاد فيها القيد والمقدم، هما اللي فيها البلاد كامله. واش بصح؟ ضروري راه القيد هو البركاك الاول، هو ديال البركاك ديال الداخليه، راه كيوصلوا اي حاجه على اي مواطن، البرانيين الداخلانيين، حتى من هذوك الاجانب اللي كيجيو يطلبوا في الكروات راهم عارفينهم. نرجعوا للعامل دابا ديال برشيد، اشنا هي المسؤوليه المباشره اللي كيتحمل العامل؟ المسؤوليه خاصو هو يصيفط لجنه مشتركه الى عين المكان مخالفه مباشره وينزلوا على القيد راه دار عدم تبليغ، هو يعني غرضه السيده الزوجه
غرضه هو غير الفساد، ما كاين حتى شي حاجه. ودابا الاعتقال ديال هذاك رشيد وتو اللي شدوه ودايرين ليه بانه جاي يتسلم 4 المليون مع هذا القايد. هذاك الشيء عير خاصهم هما يديروا واحد الزوير باش يبرعوا القيد ويغنقوا على هاد الناس، هاد المواطنين، باش يشوفوا الناس كلشي الشعب يشوفوا هاد الشيء، بان راه هاد الشيء خاصو يتضغط باش ما يبقوش المواطنين يصوروا في هاد الشيء ديال القياد ويسجلوا وكذا. اخر كلمه. اخر كلمه رانا كنتوجه لجلاله الملك محمد السادس يعطي اوامر ديالو للعداله في شان تحقيق نزيه حول الموضوع من اجل البراءه ديال السيده والسيد، لانه هذه القضيه خاصهم يتفتحوا هذه السلطه على هذه القضيه هذه. والسيد باغي بزز يتحرش على السيده بزز، بالسيد خاصها تتعلم راجلها ودير لي فخ. كنشكرك السي جلابي علال، وكنقول لكم من هذا المنبر حنا ما فرناش حتى مع قيد، بقى نهضروا على اوراق بنما. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.